بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فيما يخص موقف الحزب الوطني الجزائري في الحملة الدعائية والشرسة والحاقدة على الجزائر من طرف اليسار المتطرف الفرنسي، مؤسسة كان رسمية أو غير رسمية، وخاصة وسائل الإعلام الحاقدة والتي لا زالت تحمل نفس الفكر والعداء إلى الجزائر، والتي لا تريد أن ترى الجزائر كبقية الدول التي تريد أن تخوض معركة البناء والتشييد. إلى هؤلاء نقول إن الحزب الوطني الجزائري يستنكر وبشدة هذه الحملة العدائية والدعائية التي تقصد مؤسسات الدولة الجزائرية، وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية والسيد رئيس الجمهورية. فإننا نقول ونستنكر بشدة إلى مثل هذه التصرفات اللامسؤولة والصبيانية والخارجة على الأطر والعرف الدبلوماسي. كما نحمل المسؤولية إلى كل من أوصل بالسيد رئيس الجمهورية إلى هذه المواقف التي لا يحب أن يراها أي جزائري. فكيف لهؤلاء يسمحون بمقابلة السيد رئيس الجمهورية لهذا الطرطور الوزير الأول الفرنسي؟ فكان الأجدر من السيد الوزير الأول هو الذي يقابل هذا الطرطور ويبقى الحد هناك. فإن هؤلاء كل مرة وفي كل مناسبة سخروا منا، وللأسف وهذا بتواتر بعض المسؤولين سمحهم الله. إننا نستنكر هذه المواقف السخيفة وبشدة، ونحمل مسؤوليتها إلى من هم يقودون شؤون البلاد، لأن كان من الأجدر أن لا يقابل السيد رئيس الجمهورية هذا الوزير الأول العابث الصبي الذي لا يعرف أحكام الدبلوماسية. للأسف ككل مرة نرى أن نفس الحق، نعم نقول نفس الحق لهؤلاء، ولا يستطيعون أن يقبلوا أن يروا أن الجزائر تتقدم إلى خطوات لبناء وتشييد. أما بخصوص المعاملة بالمثل، فإن الحزب الوطني الجزائري يطالب من القائمين على شؤون البلاد بإدراج اللغة الإنجليزية كأول لغة رسمية أجنبية في المنظومة التربوية بعد اللغة العربية بالطبع، والمعاملة بالمثل حتى لا يتجرأ هؤلاء مرة أخرى للعبث بمشاعر الجزائريات والجزائريين والعبث بمؤسسات الدولة الجزائرية. فعلينا جميعا أن نتوحد أمام هذا العدو الذي لا يريد لنا الخير، والذي استبد خيراتنا منذ قرن و32 سنة وقتل ودبح، ولحد الآن يستنكر أن يعترف بجرائم التي قام بها في حق الشعب الجزائري. فإننا نقول لهؤلاء: إن كنتم تظنون بأن الجزائر اليوم هي جزائر الأمس فأنتم مخطئون، فللجزائر جنود في كل مكان، ولن تستطيعوا أن تركبوا هذا الشعب، لأنه شعب لا يعرف الركوع والسجود إلا لله سبحانه وتعالى. عاشت الجزائر الحرة المستقلة، المجد والخلود للشهداء إلى الأبرار، الجزائر فوق كل الاعتبارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.